ازاي تقدر تشغل الواتساب على جهاز الكمبيوتر بتاعك بطريقة سهلة وبسيطة، وتقدر ترسل من خلال جهاز الكمبيوتر، تبدأ تبعت صور، تبدأ تتعامل او تبدأ تتكلم او تبدأ تدردش على الواتساب من خلال جهاز الكمبيوتر. طبعا الطريقة اللي احنا هنتكلم عليها من ضمن طرق تانية، ولكن الطريقة بتاعتنا النهاردة هنستخدم الموبايل وهنستخدم جهاز الكمبيوتر عشان نقدر نفتح الواتساب على جهاز الكمبيوتر، ونقدر نستخدم الواتساب من خلال جهاز الكمبيوتر. تمام. كل اللي عليك هتفتح المتصفح بتاعك على جهاز الكمبيوتر وهتبدأ تكتب واتساب. تمام. بعد ما كتبت واتساب هتقول انتر، وبعد كده هتنزل يا شباب وهتختار حاجة اسمها واتساب ويب. واتساب ويب اهي الخيار ده اللي هو بالانجليزي اهو، واتساب ويب، هنضغط عليه. تمام. هيفتح معاك الباركود بالشكل ده يا شباب. كل اللي عليك هتروح على الموبايل بتاعك وتبدا تعمل مسح ضوئي او اسكانر للباركود ده عشان يبدا يفتح على جهاز الكمبيوتر. هنمسك الموبايل بتاعنا يا شباب بالشكل ده كده. بعد كده يا شباب هنيجي عند الواتساب. طبعا احنا هنفتح الواتساب الاعمال، هنضغط على واتساب هيبدا يفتح معايا بالشكل ده. هتلاقي في حاجه اسمها 3 نقاط. ال3 نقاط لو ضغطنا عليهم هيبدا يفتح لك قائمه كده. تمام. هنختار حاجه اسمها الاجهزه المرتبطه، هنضغط على الاجهزه المرتبطه هيبدا يفتح معايا بالشكل هنا. بيقول لك استخدم واتساب على الاجهزه اخرى، يمكنك ربط ما يصل الى 4 اجهزه بحسابك على الواتساب وتسميه كل جهاز. يقصد من الكلام ده حضرتك انك تقدر تربط 4 اجهزه او 4 اجهزه كمبيوتر او 4 اجهزه لابتوب. تمام. على الواتساب ده، يعني انا اقدر افتح على الجهاز بتاعي ده واقدر افتح على 3 اجهزه كمان، يبقى انا فتحت الواتساب على 4 اجهزه كمبيوتر عندي. تمام. طيب هنبدا نقول له ربط الجهاز، هيبدا يفتح معايا بالشكل ده اللي هو مسح ضوئي للرمز المربع. تمام. هنبدا نعمل اعاده فتح الرمز المربع زي ما انتم شايفين، وهنيجي هنا. تمام. هيبدا جاري تسجيل الدخول. تمام. هو كده فتح معايا. تمام. بيقول لي سمي الجهاز على سبيل المثال، ممكن اقول وليكن عبد الله. تمام. انا سميت الجهاز، ابدا احفظه كده. سميت الجهاز بتاعي عبد الله. تمام كده. مهمه الموبايل بتاعي انتهت خلاص، هركنه كده على جنب. تمام. بعد كده هاجي هلاقي هنا في محادثات. طبعا انا الواتساب ده جديد ولسه منزل عليه محادثه واحده اهيت، السلام عليكم. لو انا طبعا عايز ارسل المحادثه دي هبدا اضغط عليه. تمام. وهبدا اكتب الرساله اللي انا عايزها مثلا اهي، هبدا اكتب الرساله وهبدا اضغط على ارسال. هتبدا تترسل عادي، مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين، عايز ابعت صور، عايز ابعت حاجه، عايز اعمل حاجه، هبدا اضغط كده. عندك المستند، عندك الصور ومقاطع الفيديو، الكاميرا، جهه اتصال، استطلاع راي، ملصق جديد، كتالوج، الردود السريعه. تمام. فانا هقدر اظبط كاني بشتغل على الواتساب من خلال الموبايل، يعني كل الميزات اللي على الموبايل تمام هتلاقيها على الكمبيوتر هنا، لانك انت واخد نسخه من الموبايل على الجهاز الكمبيوتر بتاعك، وتبدا ترسل للرسائل اللي انت حاببها. تبدا تعمل ملصقات مثلا اهوت اهو، وابدا ابعت عادي، مفيش اي مشكله زي ما انتم شايفين كده. اتمنى اكون افدتكم في الشرح. طبعا لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، وانتظرونا في كل جديد. لو في اي مشكله واجهتك تعليق اسفل الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.